مرحبا. في هذه الفيديو سأقدم شهادتي عن 15 من أفراد العائلة المحتجزين بشكل تعسفي في معسكرات الاعتقال الصينية المفقودين بدون أثر. اسمي محمد علي أبلد، أنا أيغور وأنا أعيش في أمريكا. جئت إلى أمريكا في أغسطس 2015 لطالب دراسة عليا، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل لحصولي على شهادة الدكتوراه. من 15 أخي و4 أبناء أمومة و6 أعمام و4 متبقين من أفراد الأسرة الممتدة. أطالب الحكومة الصينية بإخراج فوري عن أخي وأبناء أمومتي وأعمامي وأفراد العائلة الممتدة. أطلب من الحكومة الصينية أن تبلغنا بصحة حالهم وأن تعيد حقنا بتواصل معهم. بالإضافة إلى ذلك أدعو كل من يؤيد العدالة بالضغط على الحكومة الصينية لإطلاق السراح لأفراد العائلة. أرجو إنقاذ عائلتي من هذا الدمار الذي لا يحتمل، وشكرا.